نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بما ان حضرتك شرفتنا بالزيارة في القناة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبارنا الرياضية المصرية والعالمية والعربية والأفريقية. أول خبر معنا بيقول الأهلي بيعلن عن الراعي الثالث في مؤتمر صحفي بالجزيرة، وتتوالى المليارات على النادي الأهلي. طبعا الأهلي بيواصل بني ثمار الرعاية النهاردة بعمل مؤتمر عالمي للإعلان عن الشريك الثالث للنادي وهو شركة GLC. المؤتمر كان الساعة 1 الظهر النهاردة بمقر نادي الجزيرة. وبعد الإعلان عن الشركة ديت يعتبر الأهلي دلوقتي معاه 3 شركاء لرعايته. أول شركة أديداس، الشريك الأول، الشريك الثاني اتصالات مصر، الشريك الثالث GLC للدهانات والبويات. بنتمنى التوفيق طبعا لشركاء النادي الأهلي الثلاثة. النادي الأهلي نادي عالمي ويستاهل كل خير. الأسطورة محمود الخطيب قبل ما يبدأ المؤتمر النهاردة كان بيتكلم عن منتخب المغرب وبيهني منتخب المغرب ودولة قطر على نجاح تنظيم المونديال. وكابتن الخطيب قال في تصريحاته قبل انطلاق المؤتمر الصحفي بهني المنتخب المغربي على وصوله للدور نصف النهائي في كأس العالم. التنظيم الإداري بالكرة المغربية جنبا إلى جنب مع الفنيات أكثر من رائع. وأشاد الخطيب بتنظيم دولة قطر للمونديال وقال تنظيم قطر للمونديال أكثر من رائع، وصعبوا المهمة على أي دولة تقوم بتنظيم المونديال بعد ذلك. من المفترض أن نعيد حساباتنا في العديد من الأمور في كرة القدم في مصر. مصر كانت أول دولة عربية تصل إلى المونديال، ويجب علينا ألا نعيش على التاريخ والماضي. الخبر الثاني بيقول التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الاتحاد بكرة إن شاء الله بإذن الله. النادي الأهلي هيستضيف الاتحاد السكندري في مباراة في تمام الساعة 7 مساء غدا الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. إن شاء الله التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق. في خط الوسط هيكون أليو ديانج، عمرو السولية، برونو صافي، وأحمد عبد القادر جناح يسار، وكريم فؤاد جناح يمين. وفي الأمام بيرسي تاو كمهاجم وهمي أو كمهاجم ثالث بيتبادل المراكز مع برونو صافي وأحمد عبد القادر في الهجوم. 123 مباراة اللي جمعت بين الأهلي والاتحاد، وحقق الفريق الأحمر الفوز في 88 مقابل 16 انتصار للاتحاد السكندري، وتعادل الفريقين في 24 مباراة. أحرز للأهلي 221 هدف في شباك مرمى الاتحاد السكندري، بينما سجل لاعب الاتحاد السكندري 75 هدف في شباك المرج الأحمر. النادي الأهلي ونادي الاتحاد جمعهم خلال مشوارهم الكروي. أول مواجهة كانت بين الفريقين موسم 48-49، وللأسف فاز نادي الاتحاد بنتيجة 2-1. سجل ثنائية الاتحاد سعد راشد، وأحرز للنادي الأهلي أحمد مكاوي هدف الأهلي الوحيد. كانت آخر مباراة بين الفريقين في الدور الثاني من منافسات البطولة اللي فاتت السنة اللي فاتت، وفاز فيها الأهلي ب3 أهداف نظيفة. أحرز الأهداف أحمد سيد غريب، أحرز هدفين واللي هو لاعب الاتحاد السكندري الحالي، وهدف أحرزه زياد طارق. الخبر اللي جاي بيقول بيراميدز بيوقع عقوبة على عبد الله السعيد بالخصم 250,000 جنيه. الأزمة اللي نشبت بين عبد الله السعيد ومصطفى فتحي خلال مباراة المقاولين العرب، ونادي بيراميدز بيوقع عقوبة على عبد الله السعيد بسبب الخلاف اللي حصل بين اللاعبين. طبعا الخبر لما عبد الله السعيد نشب بينه وبين مصطفى فتحي خلاف، فالمدرب غير عبد الله السعيد. طبعا عبد الله السعيد ما عجبوش التغيير وما عجبوش القرار، فقرر ان هو يغادر الملعب فورا. عبد الله السعيد بعد التغيير ده زعل وغضب جدا ورحل من الملعب بعد تبديل بين الشوطين في المباراة اللي فاتت. الجهاز الاداري النادي بيراميدز بيقرر توقيع عقوبة على عبد الله السعيد بغرامة تتصل ب4 مليون جنيه، وهو الامر اللي خلى عبد الله السعيد يشيط ويغضب ويهدد بالرحيل من النادي. واتخذت الاداره النهارده قرار باستبعاده من قائمه مباراه الزمالك. السؤال هنا بيقول هل عبد الله السعيد ممكن يمشي من بيراميدز ولا ممكن يكمل ويلتزم بالعقوبه؟ هل العلاقه ما بين عبد الله السعيد ونادي بيراميدز ممكن يحصل فيها تطورات ولا هيتم تدارك الموقف وتعدي؟ مش عارفين ايه اللي هيحصل باذن
باذن الله. الله اعلم في الايام اللي جايه ايه اللي مخليه من اخبار ما نعرفش. الخبر اللي جاي بيقول خزينه الاهلي بتنتعش من تاهل المغرب بمبلغ 80,000 دولار. تواصل خزينه النادي الاهلي جني مكاسب ماليه من انجازات منتخب المغرب بسبب مشاركه منتخب المغرب في بطوله كاس العالم، وده بسبب بدر بنون اللي بيشارك مع المنتخب المغربي وبيصعد المنتخب المغربي للدور قبل النهائي بعد ما فاز على البرتغال بهدف نظيف في نصف نهائي البطوله. بيستفيد الاهلي من ارباح ماليه من الاتحاد الدولي لكره القدم بسبب بدر بنون زي ما قلنا في قائمه اسود الاطلسي، وبتنص لائحه الاتحاد الدولي على حصول الانديه المالكه للاعبين اللي بيشاركوا في كاس العالم على مكافآت ماليه عن كل يوم بيقضيه اللاعب نفسه في مشاركتهم في المونديال، وبتنص اللوائح على حصول الانديه المالكه لحصول اللاعب في اخر عامين. وبما ان بدر بنون كان في صفوف الاهلي الموسم الماضي، فان الاهلي بيحصل على مكافاه الاتحاد الدولي الماليه وبتقدر ب 80,000 دولار. ونادي قطر القطري اللي بيلعب له بدر بنون حاليا هياخد 80,000 دولار. الخبر النهارده الزمالك بيفوز على بيراميدز ويصعد للترتيب الثاني في جدول الدوري. النهارده نادي الزمالك بيحقق مكسب وفوز غالي على بيراميدز بهدف دون رد، وحصل 3 نقط بتخليه يحسن موقفه في جدول الترتيب وبيصعد للترتيب الثاني. اللقاء ده كان مؤجل من الاسبوع الثالث بمسابقه الدوري المصري. جه هدف الزمالك في الدقيقه 3 من كره عرضيه من زيزو من ركنيه، وقابلها مصطفى شلبي بتسديده قويه من على حدود منطقه الجزاء بتصطدم بالدفاع وبتخش مرمى بيراميدز. مصطفى شلبي بيشارك في 3 مباريات مع الزمالك هذا الموسم، صنع خلالها هدف واحد، وده الهدف الاول لمصطفى شلبي ضد في الدوري، يعتبر في الدوري. الخبر اللي جاي بيقول اكرم توفيق بيطور بجائزه الافضل في الدوري بعد اكتساح امام عاشور. طبعا اكرم توفيق بيحصل على لاعب الاسبوع في الجوله السادسه من الدوري المصري بعد المستوى الرائع اللي ظهر به في لقاء المحله. طبعا اللي كان بينافس اكرم توفيق على الجائزه امام عاشور لاعب الزمالك، واكرم توفيق بيكتسح كل منافسيه في الاستفتاء اللي طرحته رابطه الانديه المحترفه النهارده في الجولة دي، وكان التصويت على مواقع التواصل الاجتماعي. حصل أكرم توفيق على نسبة 87.2%، وتفوق الظهير الأيمن للنادي على منافسه إمام عاشور لاعب الزمالك اللي حصل على نسبة تصويت بلغت 10.4% فقط. بيحتل بهم المركز الثاني وراء أكرم توفيق في الاستفتاء مباشرة. وجه في المركز الثالث محمد حمدي زكي لاعب أسوان على نسبة تصويت بلغت 2.4%. وفي صحيفة خاصة برابطة الأندية نشرت صورة لأكرم توفيق وعلقت على الموضوع ده: المحارب وصاحب الأداء الرجولي أكرم توفيق هو لاعب الجولة السادسة بناء على اختيار وتصويت المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. الجدير بالذكر أن أكرم توفيق شارك في فوز الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة اللي أقيمت لحساب منافسات الجولة السادسة. كانت دي آخر أخبارنا الرياضية، وبنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.